بسم الله، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نظره فنيه. والنهارده هنتكلم عن مباراتين في الدوري المصري الممتاز، الاهلي والاسماعيلي والزمالك وبتروجيت. اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، ويلا بينا نخش في الحلقه. نبدأ كلامنا عن مباراة الأهلي والإسماعيلي، المباراة اللي كانت من طرف واحد. الأهلي النهارده قدر يفوز برباعية نظيفة وكان ممكن يكسب بخمسة وستة. الإسماعيلي النهارده ما جاش المباراة لدرجة إن ما شفناش محمد الشناوي غير في الدقيقة 70. الأهلي بدأ المباراة وكان مصمم على 3 نقط من البداية، وفي الدقيقة الثامنة مروان عطية بيسجل أول أهداف المباراة من ركلة جزاء. الأهلي بيضيع كام فرصة خطيرة بعد الهدف، وحسين الشحات بيضيع في الدقيقة 26 ضربة جزاء، وبعدها بيسجل هدف وبيتلغي للتسلل، وبينتهي الشوط بتقدم الأهلي 1-0 عن طريق مروان عطية من ضربة جزاء. والاهلي كان ممكن من الشوط ده يطلع متقدم اقل حاجه 3-0 في ظل غياب تام وواضح لعيبه الاسماعيلي زي ما قلنا. الاهلي بينزل الشوط الثاني ضاغط، في بدايه الشوط امام عاشور بيسجل هدف ثاني في الدقيقه 51 بطريقه ولا اروع. ما بنشوفش اي رد من لعيبه الاسماعيلي. في الدقيقه 83 حسين الشحات بيسجل هدف ثالث للاهلي بعد تمريره ولا اروع من امام عاشور. في الدقيقة 87 أحمد رضا بيكلم مجهوده الرائع في المباراة بتسجيله هدف عالمي، وبتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة واكتساح تام لعيبة الأهلي في المباراة. الأهلي النهارده عنده مكاسب كبيرة غير ال3 نقط، أبرزهم عودة وسام أبو علي وأشرف داري من الإصابة قبل لقاء القمة، ولكن المكسب الأبرز هو محمد عبد الله. محمد عبد الله لعيب جيد جدا على المرمى، بيعدي 1 على 1 ومش همه ولا خايف. شفنا ازاي ضغط على المدافع وقطع الكرة ولعب عرضية نموذجية ساهمت في الهدف الثاني، وازاي روت 2 مدافعين في مساحة ضيقة جدا ولعبها لإمام عاشور في الهدف الثالث، وفضل تلعب على قراره لحد ما بيشوف احمد رضا جاي بسرعته وبيعمل عرضيه لبره وبيصنع بيها الهدف الرابع. موهبه كبيره وكره نظيفه، وكل ده هو عنده 19 سنه. محمد عبد الله بصراحه مكسب كبير للاهلي. امام عاشور بيرفع رصيده 9 اهداف في صداره هداف الدوري بفرق 3 اهداف عن ناصر منسي واسامه فيصل وعمرو ناصر اللي عندهم 6 اهداف. خلصنا كل كلامنا عن مباراه الاهلي والاسماعيلي، ويلا بينا نتكلم عن مباراه الزمالك وبتروجيت. في مباراه الظهور الاول لجوزيه سيرو، الزمالك بيتعادل مع بتروجيت 1-1 قبل لقاء القمه. الزمالك النهارده بيقدم مباراه سيئه جدا وفي لعيبه كتير مفتقده للروح والدوافع، ابرزهم زيزو اللي قدم مباراه اقل ما يقال عنها انها سيئه جدا. كمان دونجا والونش اللي من ساعه ما رجع من الاصابه هو بيقدم اداء سيء لدرجه كبيره. زيزو اللي مش عاطي فرصه لجمهور الزمالك يقف في صفه في مشكله تجديد العقد مع الاداره، لدرجه ان في بعض من جمهور الزمالك بيتمنى رحيله. زيزو في اخر 7 مباريات ما سجلش ولا هدف وصنع هدفين فقط. الزمالك وحش مش مباراه النهارده بس، الزمالك وحش مباريات كتير. اللي بنشوف لعب عشوائي من لعيبه كتير، بنشوف تمركزات من لعيبه المفروض انها كبيره وبتلعب في نادي من اكبر انديه افريقيا ومش بس بالجمله. بيصيروا طبعا ما ينفعش نحكم عليه من اول مباراه لانه لسه ما حفظش اسماء اللعيبه حتى. بتروجيت النهارده عمل الجيم تاريخي على الزمالك وكان ممكن يخطفوا 3 نقط في اي وقت، لكن في النهايه المباراه بتنتهي بالتعادل 1-1 نقطه لكل فريق. الزمالك طبعا اداء مش مطمن قبل لقاء القمه، فاز بجائزه رجل المباراه مصطفى الجمل اللي سجل هدف الاروع في شباك الزمالك. وكده يبقى ترتيب الدوري المصري بعد مباراه النهارده كالتالي: الاهلي في الصداره برصيد 32 نقطه من 14 مباراه، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 30 نقطه بمباراه اقل وعنده مباراه مع مودرن سبورت. الزمالك بعد التعادل النهارده عنده 27 نقطه في المركز الثالث. ونخش على فقره التقييمات. نبدا بلعيبه الاهلي. شناوي ياخد 7، ما شفناهوش كتير النهارده. رامي ربيعه ياخد 6، محمد هاني 7، اكرم توفيق 6، احمد نبيل كوكا 6، احمد رضا اللي قدم مباراه كبيره النهارده وسجل هدف ياخد 8، مروان عطيه النهارده ياخد 8 سجل اول هدفه مع الاهلي، محمد عبد الله النهارده نجم المباراه من وجهه نظري ياخد 8، كراديشير النهارده اللي بيصنع هدف ياخد 8، كولر النهارده ياخد 9. ونخش على تقييم لاعبي الزمالك في مباراه بتروجيت. محمد صبحي ياخد 5، حسام عبد المجيد ياخد 7 اداء ثابت ومميز، الونش النهارده اداء باهت ياخد 3، عمر جابر ياخد 5، بنتايك النهارده ياخد 6 عمل مباراه كويسه، دونجا ياخد 5، محمد السيد ياخد 5، عبد الله السعيد ياخد 7 عمل مباراه كويسه، زيزو النهارده ياخد 2 مباراه ولا اسوأ، محمد عاطف ياخد 4، الجزيرة النهارده ياخد 4، بيصيروا لسه بدري في الحكم عليه. كده بقى خلصنا حلقتنا النهارده، اتكلمنا عن مباراتين في الدوري الممتاز، الاهلي والاسماعيلي والزمالك وبتروجيت. لو عجبتك الحلقه اضغط لايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان تجيلك كل حلقاتنا الجديده اول باول، والسلام عليكم.